اهلا بيكم من جديد. الجزء الاول من حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن مشروع محترم جدا بيهدف لنشر الوعي وكمان تعزيز فكره الانتماء للبلد. لما نبقى حاسين بالناس في اماكن مختلفه بشكل مختلف، لما نبتدي نخرج بيهم من فكره ان احنا ما بنشوفش قدامنا غير مشاكل وناس بتتعور ودم بيسيل، ونخرج من المود ده خالص ونخرج من الشكل ده خالص، نبتدي نقدم لهم نوع من انواع الفن، نبتدي نقدم لهم حاجات تربطهم بالبلد. يعني فكره ان احنا بس اصلا نخرج من القاهره ونبتدي نتوجه للناس في المحافظات، ده في حد ذاته فكره رائعه. ده فكره اتوبيس الفن الجميل اللي موجوده معانا النهارده، منورنا ومشرفينا النهارده. اهلا بيكم. المهندس اشرف عبد الرحيم، فنان تشكيلي، اهلا وسهلا بحضرتك. واستاذه رضوى الاصابجي، الفنانه التشكيليه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. في البدايه اتوبيس الفن، الفكره الاساس منه ايه؟ هو أساس الفكرة هو الوصول للأطفال في مختلف المحافظات مصر بحالها، بحيث إن احنا نقدر نوصل للطفل يعني إيه فن. الفن مش حاجة وحشة إنك تعمل لوحة جميلة نعرضها لك في معرض. من خلال المتابعة ديت طبعا بنقدر نفرز بعض عناصر الأطفال اللي هي في عندها لمحة فنية، عندها موهبة، بنعمل له، بيبقى من رواد الأتوبيس عندنا، بنتابعه، بننمي الموهبة بتاعته معانا. في معارض ومسابقات بندخلها بيدخل معانا، بيحط رجله على أول طريق سليم إن هو يقدر يكون فنان، ينمي موهبته. يعني إيه فنان؟ يعني إيه أعمل لوحة؟ يعني إيه أشوف لوحتي معروضة في معرض حتى لو مش كسبانة أو مش واخدة جايزة، بس أنا لوحتي اتعرضت. دي في حد ذاته بيدي تشجيع للطفل الموهوب ده، غير بقى اهتمامنا بيه ومراعاتنا ليه طول الفترة ما بين معرض ومعرض أو مسابقة. غير كده التواصل ما بين الأطفال المحافظة مثلا القاهرة، إنه يقدر يروح محافظة أسوان يتعرف على الأطفال هناك، على تقاليدهم، على طباعهم، على مفردات حياتهم. اربط بقى الدوله جواها، اطراف الدوله ببعضها، ابتدي ادمج المجتمع تاني مع بعض، ونبتدي انا نحس ان انا ما عنديش جغرافيا او ما عنديش ماديا ان انا اقدر اشوف بتاع مرسى مطروح، ان انا اقدر اشوف بتاع سيوه، ان انا اقدر اشوف بتاع الواحات، اشوف مفردات حياته ايه، مفردات تعبيره، هو فنان بيرسم ايه. تكلموا الاطفال من سن كام؟ احنا بنتعامل مع اصغر فئه تقريبا من العمر، نبتدي من 6 سنين مثلا لحد 16 سنه. كويس قوي. الهدف بقى من الفكره دي مش بس بيتهيألي انهم الاطفال ترسم او انكم تكتشفوا فقط الموهوبين. وصلحي لي، في ناس بتقول لي، او يعني وانا بدور على الموضوع بتاع الاتوبيس اكتر ده، لقيت ان الهدف من الموضوع ان احنا نبتدي نشغل الاطفال بانهم يبقى عندهم شيء ما بيجتهدوا علشان يحاولوا يوصلوا له، انهم بيحاولوا يبقى عندهم موهبه، او حتى لو ما عندهمش موهبه لكن يومهم مشغول، ما يبقاش بس طول النهار قاعد يا اما بيتفرج على التلفزيون يا اما قاعد بيدور ازاي يعمل مشاكل وشكل مع الاطفال اللي حواليه. يعني هل ده فعلا من ضمن اهداف الاتوبيس ولا لا؟ لا طبعا، من اهداف الاتوبيس الهامه جدا، يعني حاجه رئيسيه ان احنا نعود الاطفال ونعلمهم ان في حاجات تانية مهمه قوي ممكن يعملها في حياته غير ان هو يضيع وقته في التلفزيون. احنا عندنا بنبتدي من سن 6 سنين، بتهيألي ده اصغر سن ممكن نتعامل معاه. يعني اول حاجه ان هو يتعلم ان اللوحه اللي ممكن يرسمها والخط اللي ممكن يعمله ده مش حرام، ان دي حاجه فنيه ليها قيمه. بنبتدي بعد كده نتعامل مع الاطفال، يحسوا ان شغلي لما اشوفه ورقه مهمله في البيت، لا ده انا شفته في معرض متعلق. بالفعل جالك اطفال يرسموا اهلهم قالوا لهم لا استنوا ده حرام؟ لا مش كده، بس لما توصلي للقرى معدمه ومحرومه من كل وسائل الحياه، ما فيش مجاري، ما فيش صرف، ما فيش اي حاجه، فده طبعا ما عندوش اي فكره ثقافيه ولا فنيه. ده بيتعامل معاه، ده بيروح المدرسه ما بيلاقيش سور للمدرسه، بيلاقي الحيوانات داخله جوه المدرسه، فطبعا ده ما فيش اي مجال فني ولا ثقافي عنده. ففجاه لما يلاقي اتوبيس رايح لحد عنده بياخده من رايح بقى ازاي؟ وصلتوا لغايه هناك ازاي؟ دي المعضله عندنا بجد. احنا شغلنا تقريبا عمر الاتوبيس حوالي 8 سنوات. احنا من 8 سنين كان ده مشروع تحت اشراف الهيئه العامه لقصور الثقافه، بس بدعم كامل من رجال الاعمال ودعم خاص. تمام. وفجاه بعد الثوره كل الدعم دوت تلاشى لاسباب خاصه بالسبونسر، واسباب خاصه بان يعني خلاص يعني اولوياتهم اختلفت.
حتى الدعم الحكومي اللي كان بيجي لنا بشكل كبير حتى ده اتشال، ولان ده مشروع المفروض انه تبع حكومه وانتوا حكومه، بس لا كله اتشال. فابتدينا نعتمد على الهيئه بشكل كبير، وده عامل لنا يعني اعاقه جدا، لان اتوبيسات الهيئه مهما كانت بامكانياتها هي ليها وظيفه اخرى. فلما نحمل عليها كل شغل اتوبيس الفن الجميل مفترض انه بيخرج ب3 افواج في الاسبوع، عندنا سفريات ثابته في القاعده القوميه للمحافظات، عندنا شغل في يعني في جميع انحاء الجمهوريه. فعشان الاتوبيس يخرج لنا يروح كفر الشيخ، لا مفيش اتوبيس يقدر يتحمل مسافه 3 ساعات، المسافه بعيده. نجيب الاطفال ونزورهم المتحف المصري، نزورهم متحف محمد ناجي، نعمل ورشنا، لا مفيش ده. فطبعا بيأثر على شغلنا بشكل كبير، ما بنقدرش نوصل للاطفال. إذا مش عارفه توصلي كفر الشيخ هتروحي النوبه ازاي؟ لا طبعا، ما هو احنا ربنا بيقدرنا ان احنا احيانا بيوافقوا، احيانا بيرفضوا، يعني برغم الضغوط كبيره. ما هم ما رفضوا مش لمجرد ان هم يرفضوا، لان في الايام ديت احنا عندنا شغل تاني، في مؤتمرات، في حاجات، اتوبيسات طالعه في شغل. فلما يبقى في كذا سبب هنحاول نشوف الاولويات. فطبعا بشكل كبير بيبقى عندنا اعاقه في الموضوع ده، وبنحاول نتلاشاه. بنتعامل مع وزاره الشباب والرياضه في القطارات، بنتعامل بيحجزوا لنا قطارات وحاجات كده، بس برضو الموضوع يستلزم وجود دعم خاص بجانب الحكومه، لان الهيئه بكل امكانياتها برضو بيبقى تحميل مشروع كبير وضخم زي ده عليها بيبقى كبير. جربتوا انكم تتعاملوا مع المحافظه بشخصها؟ يعني بدل ما تروحوا تنتقلوا من القاهرة وتاخدوا الناس وتروحوا لغاية هناك، جربتوا انكم تحاولوا تتعاونوا بقى يعني مع المحافظة نفسها، تشوفوا في فنانين في هذا المكان، والمحافظة توفر لهم ايا كان بقى المحافظة اللي انتوا رايحينها، يعني توفر لكم امكانيات وتبتدوا تعملوا الشغل بشكل مختلف؟ بنتفق احيانا، بس برضو بنداخل الهيئة ان احنا بقصور الثقافة الموجودة في المحافظات المختلفة بنتفق معاهم ان احنا جايبين فوق وجايين بيه. والكلام ده كان قبل الثوره اكتر، يعني لان كان اكثر امنا، يعني ان احنا ناخد اطفال والاهالي يسمحوا باطفالهم يسافروا يومين او 3. وكنا بنروح ضيوف على قصر ثقافه محافظه ما يعني، وبنقعد معاهم يومين 3، بنعمل معاهم ورش، بنزور الاطفال اللي معانا، المعالم الموجوده في المحافظه بيتعرفوا عليها، بياخدوا ورشه ثقافيه بجانب ورشه فنيه معاها. غالبا ده بيحصل. ما بقاش يحصل ده دلوقتي؟ ما بقاش يحصل، او بيحصل بقى بايه؟ ان بصعوبة. انا بصعوبه ان انا ممكن اسافر سوبر جيت، اسافر في قطر، ما اسافرش في اتوبيس، ما اقدرش اخد معايا العدد المناسب من الاطفال. احيانا بروح من غير اطفال خالص، بروح اقدم الخدمه للاطفال هناك، اصحاب الموجوده المحافظه هناك. نفسهم. احيانا برضو بنستدعي ان احنا بنستضيف عندنا في القاهره مرسى مطروح مثلا، اسوان، بيجوا يقعدوا عندنا. برضه ده كان موجود اكثر فعاليه قبل الثوره، بعد الثوره قل طبعا عشان المشكله الامنيه اللي موجوده حاليا. اكيد. في محافظات استجابت قوي، وفي محافظات ما حسيتوش ان في استجابه فيها من الاطفال او من المحافظه بصفه عامه؟ لا طبعا، هو المحافظات ما شاء الله ما فيش حد طبعا بيرفض اي خدمه ثقافيه وفنيه بتقدم للاطفال، بس بيبقى فيه صعوبات. سؤالي مش بيرفض، سؤالي بيتفاعل. يعني في اطفال زي ما حضرتك بتقولي رحتوا اماكن مش واصل لها الخدمات الاساسيه، فبالتالي لما يجي لهم الاتوبيس الفني ما هيصدقوا، هينبسطوا جدا. لكن لو رحتي في مكان مليان خدمات ومليان العاب ومليان مدن ملاهي واماكن زي دي، الاطفال برضو بتقبل على حاجه زي كده ولا بتفضل انها تروح تلعب في حاجات لا الطفل المصري ما شاء الله عليه اصلا مش محتاج اي حاجه، هو عنده طاقه هايله جدا، بس هي محتاجه توظيف مش اكتر. يعني احنا قابلنا في اسوان وفي الواحات اطفال يعني هم يعلموا الفنانين يعني ايه فن، هم عندهم الطبيعه بتاعتهم والبيئه اللي هم نشأوا فيها مدياهم قدر من الاحساس بيجسدوه على الورق على طول. يعني هم مش محتاجين ان احنا نعلمهم او نوجههم في اي حاجه. عملوا معارض على اعلى المستويات. احنا المحافظات اللي بتقدم لنا في المسابقات، عندنا مسابقه ثابته سنويه، مسابقه لون من اكبر المسابقات تقريبا اللي موجوده دلوقتي على مستوى يعني الجمهوريه للاطفال. السنه الدوره الثالثه باذن الله هتبتدي استلام الاعمال من 25/8 ل 5/8. بنستقبل فيها 25/5 ل 5/8 انتهاء استلام الاعمال. بنستقبل فيها اي طفل معاه لوحه ايا كانت مواصفاتها، لينا بس مش شروط معينه ان يبقى معاها بياناتها.
بتجيلنا لوحات، احنا جالنا اكتر من حوالي 500 عمل او 500 عمل في اول دوره. تاني دوره طبعا صعوبه الاتصال والحاجات دي قالوا شويه، بس الاطفال مقبله بشكل هايل جدا، وبيبقوا معدمين وبيجيبوا الحاجات بالبريد ويقعدوا يتصلوا اللوحه وصلت، والاطفال مش بتقدم لوحه، احنا بنفاجئ باطفال مقدمه بال10 لوحات. يعني انا موهوب وانا عايز اشارك وانا عايز اكسب وازاي انا ما كسبتش. يعني الاطفال ما شاء الله لا عندهم طاقه كبيره جدا، محتاجه بس يعني شويه توجيهات بسيطه. ايه تاني ممكن انشطه بيقبل عليها الاطفال بالنسبه لاتوبيس الفن؟ لا احنا عندنا بجوار الفن التشكيلي في ثقافيا، ان احنا بنقدم خدمه ثقافيه على المحافظه اللي رايحينها، او العكس لو المحافظه جايين على هنا ثقافيه ازاي يعني بيزوروا المعالم اللي موجوده. في مشروع بنعمله اللي هو زمن الفن الجميل. الفنانين التشكيليين او موسيقيين او تمثيل بيجي ميعاد تاريخ ميلادهم، يا اما بنروح متحف ليه اذا كان ليه متحف، او بنروح المحافظه بتاعته بنحتفل بعيد ميلاده في متحفه او في محافظته. بنقدم نبذه عنه، حياته واعماله. بنعمل ورشه فنيه عن اعماله مع الاطفال. ده غير ان احنا في ورش الفنيه اللي هي زي الخزف، الاعمال اليدويه، الاعمال اليدويه دي، وبتشترك معانا برضو في المعارض بنشارك فيها بخلاف الفن او الرسم يعني عموما. محتاجين ايه عشان شغلكم ينور ويظهر وتبقوا واصلين لكل حته في البلد؟ مبدئيا احنا محتاجين الدنيا تهدى امان. يعني ده مطلب جماهيري بقى، ده مش من عندكم. اولياء الامور يعني ما يخافوش على اولادهم، يعني في افواج كتير بصراحه بيحصل فيها مشاكل بسبب ان الاطفال خايفه تخرج. دي اول حاجه. تاني حاجه محتاجين وسيله انتقال تبقى اريح واسلس معانا. يعني في برضو شغل كتير بيتلغي بسبب ان لا اتوبيس عطل بالولاد، دي كانت بتبقى كارثه. يعني معانا 30 طفل في اتوبيس ويعطل بينا حاجه فيه باظت، فيعني اليوم بيبوظ وامان الولاد بقى بيبقى حاجه. وكمان ان الطفل خارج من بيته رايح مع متحف ورايح ورشه وده ما يتمش، دي بتبقى طبعا يعني كارثه بالنسبه له. فمحتاجين وسائل انتقال، دعم محتاجين دعم سواء تبرع سواء يعني بشكل دوري بتجيلنا. دي اهم حاجه، يعني دي ايدينا ورجلينا. دي اهم حاجه ممكن نحتاجها. اكيد بالظبط، اسمكم فعلا اتوبيس الفن. طيب لو توفرت الامكانيات دي توعدونا ان ممكن يحصل ايه؟ هقول لحضرتك ان يكفيني ان انا اقول لحضرتك ان ما فيش طفل في مصر تقريبا عنده موهبه ما، وخصوصا في الفن يعني، الا هنقدر نوصل له وهيقدر يوصل لنا، هيقدر يقف على الطريق ان هو يقول انا فنان. أكيد. اوصل ازاي ان انا ابقى فنان؟ نورتوني وشرفتوني. فقرتنا كانت قصيره معلش دي الوقت، لكن الموضوع محتاج نتكلم فيه اكتر ان شاء الله. يعني يوصل لكم الدعم اللي انتم عايزينه ونقدر نستضيفكم باشكال مختلفه ان شاء الله من الشغل. ولو يكون حد بقى بيشاهدنا من قصور الثقافه ويقدر يقدم لنا الدعم المناسب، تبقى حاجه مناسبه جدا نختم بيها الفقره. مهندس اشرف عبد الرحيم، فنان تشكيلي، شكرا لوجود حضرتك. واستاذه رضوى الأصابجي، فنانه تشكيليه، شكرا لوجود حضرتك معانا. بعد الفاصل النص الثاني من حلقتنا هنتكلم فيه برضو عن موضوع ان شاء الله يعجبكم. نقابلكم بعد الفاصل.